السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو خوتي خواتاتي. كشف المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا عبر قناة اون تايم سبور المصرية تفاصيل جديدة حول نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال، حيث صرح في البداية بإعجابه بالمسار التدريبي للمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، معتبرا بأن ما يقدمه الركراكي يبعث على التفاؤل بمستقبل وعيد، سواء على مستوى النتائج أو الهوية التكتيكية. وكشف كلود لوروا كواليس تدخله خلال لحظة التوتر التي عرفتها المباراة النهائية بعد احتجاج لاعبي السنغال ومغادرتهم أرضية الملعب، موضحا أن قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني توجه إليه مستفسرا عن التصرف الأنسب ليجيبه: لو كنت مكانك سأواصل اللعب لأن المباراة لم تنتهي بعد. وحسب كلود لوروا فإن هذه النصيحة دفعت ماني إلى إعادة زملائه لاستكمال اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب السنغالي بهدف في الأشواط الإضافية وتتويجه باللقب القاري بعد إهدار ركلة جزاء المنتخب المغربي من طرف إبراهيم دياز التي كانت ستحسم اللقب في الوقت الرسمي للمباراة. وكنشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر.